أعزائنا الزمهلاوية في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد من قناتكم الزمهلاوي. في بداية الفيديو نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ونضغط لايك الفيديو، واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس علشان يوصله كل جديد. ماذا لو شارك الأهلي في البطولة العربية؟ البطولة العربية لسه منتهية من كام يوم، فاز بيها نادي النصر السعودي على نادي الهلال السعودي. فماذا لو شارك الأهلي في البطولة العربية؟ يعني رأي حضرتك ايه لو الأهلي كان شارك في البطولة دي؟ وأنا مش فاهم ليه إدارة الأهلي ما اشتركتش في البطولة دي ودخل نادي الزمالك بس، رغم إن الاتحاد العربي لكرة القدم يتمنى مشاركة الأهلي كأول فريق في البطولة العربية. ليه؟ تسويقيا، جماهيريا، تقلا، فنيا، كل حاجيا. كانت البطولة العربية كان هيبقى لها شكل تاني وتقل تاني، وكانت هتبقى بطولة من أنجح وأروع البطولات العربية اللي اتقامت. نادي الأهلي جماهيره في السعودية ما أقولكش حدث ولا حرج. نادي الأهلي فنيا جاي بطل أفريقيا، جاي بطل مصر، جاي بطل الكون في أفريقيا. فتخيل نادي الأهلي بسكواده، بتقله ده، بجماهيره، بإدارته الفنية، بإدارته الإدارية، كان اشترك في البطولة العربية. يعني كفاية عليك بس مستواك الفني، سكوادك كفريق منظم، وفريق بيلعب كرة حديثة، وفريق بيلعب الوان تاتش، وفريق بيدلع الفرق اللي قدامه. نادي الأهلي بيدلع الفريق اللي قدامه، بيدلعه، بياخده كده على حجره كده ويدلعه ويلعب ويبص بص وينتشك 3-4 زي ما انت عايز بقى تقول. تخيل نادي الاهلي كان اشترك في البطوله، وشوف الجماهير في المملكه العربيه السعوديه، الجماهير الاهلاويه كانت هتبقى عامله ازاي. وشوف نادي الاهلي المكافاه 6 مليون دولار للمركز الاول، كانت هتبقى الدنيا عامله ازاي. لعيبه بتلعب على 6 مليون دولار، تخيل. والاهلي اصلا مش محتاج انه يلعب على فلوس، يعني الاهلي مش محتاج الجائزه الماليه، يعني مش محتاجها. لا، الاهلي مش مستني جائزه ماليه عشان يلعب. يعني مش هديك 6 مليون دولار يوم بقى واوعى وتمطع واوعى يلا وانزل. لا مش محتاج. الاهلي بيلعب باسمه وتاريخه. الاهلي لو هيروح مش هياخد فلوس خالص، بس اسمه وتاريخه. لعيبه الاهلي دي كلها لو ما بتقبضش فلوس وراحت لعبت في بطوله زي دي هتدغدغ الدنيا. مش مستنيين فلوس، مش موضوع فلوس. لكن ضيف على كل ده بقول لك ال6 مليون دولار. فماذا لو النادي الأهلي كان طرفا في البطولة العربية الأخيرة في المملكة العربية السعودية؟ كانت نتائج الأهلي هتبقى عاملة ازاي؟ نادي الأهلي اللي مقدم أحلى كورة في السنتين الأخرانيين، أحلى كورة حديثة مع كولر اللي طور كتير في أداء النادي الأهلي، كولر اللي عرف يوظف اللعيبة صح، وعرف يلعب صح ويحط ده مكان ده تروس، يركب التروس على بعضها صح. كان هيعمل ايه في البطوله العربيه؟ بعبع كل الفرق. جمهور النادي الاهلي في المملكه العربيه السعوديه بعبع كل الجماهير. اداره النادي الاهلي التقيله الرزينه الحكيمه بعبع كل الادارات. لعيبه الاهلي بسكوادهم بعبع كل اللعيبه. تقوليش بقى معلش مع احترامي للتدعيمات العربيه السعوديه في انديه الهلال والنصر والاهلي السعودي والكلام ده. الكلام ده يا جماعه ما ياكلش. مش كريستيانو رونالدو هياخد الكوره ويجري بها من الجول للجون ويحط جول. مش اللعيبه الجديده الطفرات اللي حصلت في المملكه العربيه السعوديه. لا، في منظومه ماشيه ورا بعضيها، مش ماشيه مع بعضيها، تروس راكبه على بعضيها. فالنادي الاهلي لو كان اشترك في البطوله العربيه دي كان كل ماتش 3-4 اقل حاجه. ولو كان وصل نهائي امام الهلال او النصر، مع احترامي الكامل للهلال والنصر، كان هيوصل ويفوز بنتيجه تقيله. ايوه تقيله. الاهلي قابل الهلال في كاس العالم انديه 4. ما تقوليش بقى كان في طرد والكلام ده، ما هو حتى لو ما فيش طرد. فالنادي الاهلي بعبع كل الانديه. قابل الوداد في المغرب، وكان الوداد بس يتعادل يفوز 1-0، ولكن الاهلي ما سكتش. محمد عبد المنعم، شفت الماتش. فاحنا دلوقتي مش بنقلل من اي نادي في البطوله العربيه، ولا بنقلل من نادي الزمالك. نادي الزمالك لو كان مستقر ماليا واداريا وفنيا في البطوله العربيه كان ممكن يوصل
للادوار النهائيه، على الاقل كان وصل دور الاربعه. لكن لو الاهلي كان وصل او لعب في البطوله دي كان خدها مستريح، كان حط رجل على رجل كده وخد البطوله. لكن انا مش عارف ليه اداره الاهلي ما اشتركتش في البطوله. كان في تعارض مع الماتشات، لكن انا كنت شايف ان كان واجب على اداره النادي الاهلي انها تشترك في البطوله العربيه. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، كان فيديو قصير شويه، لكن حبينا نتكلم في الموضوع ده، حبينا نشوف ان فعلا الاهلي لو كان اشترك في البطوله العربيه كان هيبقى في شكل تاني، وكان هيدي تقل البطوله العربيه، وكان هياخدها. كان النادي الاهلي هياخدها بكل ادب واحترام، كان هياخدها بكل ذوق، كان هياخدها مع احترامنا لكل الانديه، كان هياخدها وكان هياخدها بسكور. في نهايه الفيديو ما تنساش اللايك والشير وكومنت جميل منك وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم.